يا جمال الحواوشي، يا طعامة الحواوشي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال؟ عملنا حواوشي عظمة عظمة عظمة. مش هتشتري الرغيف ده كده من اي مكان بمبلغ وقدره بصراحة يعني. شايفين؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده عظمة. تعال نشوف الفيديو بتاعنا كده ونشوف عملناه ازاي وعملنا الجمال ده ازاي. يلا بينا. مساء هنا وفل وياسمين، مساء السعادة، مساء السكر، مساء كل حاجة حلوة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، ممكن تشوفوا في اول الفيديو هنعمل مع بعض الحواوشي اللي ما حصلش. شايفين ده ايه؟ ده خميره. لما انا لما انا كنت بعمل الفيديو بتاع البيتزا وقلت ان مفيش خميره وعايزين خميره ومش عارفه ايه، جت ام الاء الله يصلح حالها يا رب ويبارك فيها، ويا رب تكون شايفه الفيديو يا رب وتفرحي ببناتك يا قمر. بعتت لي مع بنتها والله حبه خميره وقالت لي ايه، خدي يا حبيبه قلب الخميره اهي. كنت سامعه ان انت ما عندكيش خمير، تحرمش منك يا ام الاء. من هنا بوجه الشكر لام الاء. شكرا يا ستي، شكرا 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 على الخمير. حطينا من بقى ايه، حطينا حوالي كيلو الا ربع دقيق، وحطينا كمان معلقه خميره كبيره، وحطينا كمان معلقه سكر، وهنحط كمان ايه، معلقه كبيره من اللبن البودره. خلوهم معلقتين ما تبقيش بخيل. ما عندكش لبن بودره مش مهم تحطي، مش مشكله، الحواوشي مش هيقول لنا لا. تمام. وحطينا كمان نص معلقه ملح صغيره كده فل قوي. دي العجينه بتاعتنا. هنعجنها بايه بقى؟ انت هتعجن بايه احلام؟ هنعجن بميه طبعا، هنعجن بميه. يبقى حطينا كيلو الا ربع من الدقيق، حطينا معلقه خميره كبيره، حطينا معلقتين من اللبن البودره، حطينا معلقه من السكر، حطينا كمان نص معلقه صغيره من اللهم صل على النبي الملح. هنقلب كل المكونات الجافه دي كده مع بعض، هنعجنها بميه دافيه عادي خالص. من زمان جدا ما سجلناش فيديو كده مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بقى اللي بيتفرج معانا كده ما تنسيش اللايك يا امورتي، لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه لو بتشوفيني من على اليوتيوب، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك اديني لايك كده واقعد شوف الفيديو ينوبك ثواب في اختك دقيقتين 3 كده. لو الفيديو عجبك ان شاء الله يعجبك باذن الله. احسن يا بنت ما تروح تشتري الحواوشيايه قد كده هو مسخوطه متاكله قبل كده 10 مرات. ايوه ربنا. تروحي كده تجيبيها من عند الحواوشجنجي ب 20 جنيه. لا ما تجيب انت كيلو دقيق ب 20 جنيه. على فكره انا جايبه كيلو دقيق ده ب 16 جنيه، والله العظيم من عند واحد كده، لو قلت عليها تقولوا ده دعايه. و ومعلقه خميره ونص كيلو لحمه مفرومه كده ولا ربع كيلو لحمه مفرومه. هتدلعي نفسك وتدلعي ولادك وهتاكلي الحبايب كمان. طبعا بقى احنا مش هنستنى لما نعجن عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، بس احنا ايه هنعجن العجينه بتاعتنا وتخلي عجينه طريه كده وحلوه وهنشوفها مع بعض. وما بقى تنشطي كده واعملي لولادك والله العظيم كل يوم خير. كل يوم هنطبخ ايه؟ مين اللي مش بيعاني من الموضوع ده؟ مين اللي مش بيعاني بكلمه هنطبخ ايه؟ ويا سلام لو رحت قلت لجوزي كده هنطبخ ايه يقول لك اي حاجه. لو حد بس يدينا وصفه اي حاجه، هي ده اي حاجه. تعالي بقى هاتلق حبه اي حاجه في جنب، حبه اي حاجه في طبق، وهتلاقي الدنيا معاكي تمام. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا وهرجع لكم بعد ما نعجنها. ما نعمل بقى الميكس الجميل ده، حطينا ايه، حطينا بصل وفلفل حامي وفلفل بارد وطماطم. ده ميكس كده للتعصيجه بتاعت اللحمه بتاعتنا. تمام. وعندنا العجينه هي بتخمر، على ما تخمر هنعصج اللحمه بتاعتنا. اوكي اهو. بصل فلفل حامي وفلفل بارد وطماطم. هنفرمهم طبعا عشان الازعاج في الكبه، مش هديكوا الصوت ده. وبعد كده هنرجع مع بعض. اهو ما شاء الله كده الميكس بتاعنا بقى ايه، فله.
يلا بقى نعصج اللحمه بتاعتنا. يلا بينا بقى ننزل الخليط بتاعنا. طبعا هو يعني ايه بيخس يعني، بس احنا لازم نخدمها خدمه محترمه علشان اللحمه يا جماعه يعني مش فوضى. دلوقتي اللي بيجيب طبق اللحمه المفرومه او نص كيلو لحمه مفرومه بيبقى ايه من الاثرياء. تمام. فاحنا لازم نعمل حبه بصل محترمين ونحط عليهم اللحمه كده. بصل بقى على طماطم على فلفل زي ما قلت لكم، وننزل كمان بالنص كيلو لحمه. تمام كده. وانزلي بقى بالبهارات بتاعتك. بلاش تحطي شطه علشان ما القرن الفلفل اللي انت حاطاه برده هيكون حامي، خدي بالك. فلفل اسمر. بسم الله. وكزبره. وعندي احط كمان معلقه بابريكا. ولو عندك خلطه الحواوشي اللي هي بتاعت ماجي دي جميله قوي، كانت عندي المره اللي فاتت وحطيتها، بس بصراحه ما جبتهاش المره دي، نسيت اساسا يعني. عندي بقى بهارات المحشي دي. بس محشي ايه بهارات الحواوشي بس سايبه. وحابه بقى من البهارات المشكله كده تديكي بقى ريحه وطعم الحواوشي يا جماله يا جماله. كده بقى اللحمه بتاعتنا تتعايش وتتجانس وتتعصر. شايفين الجمال؟ حلوه قوي. شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتنا ايه خمرت يعني. على ما اللحمه بتاعتنا بقى تتعصج نقطعها قطع كده ونشكل الحواوشي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش عايزه اطول عليكم زي ما قلت لكم عشان طول الفيديو. هنعمل ايه كور صغيره كده. بصي لو عايزه تعملي الحواوشيايه قد المطبخ براحتك، الحجم اللي يريحك. عجينتها طريه شويه عشان تبقى سهله معايا في الفرد. تمام. هنقطعها بقى القطع اللي انتوا شايفينها دي وبعد كده هنرجع مع بعض تاني. قطعتها كده يعني كور كده زي ما انتوا شايفين، قلت لك بالحجم اللي انت عاوزاه. وهبدا بقى ابططها. طبعا بحط حطات دقيق علشان ابدا باول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا افردها كده بالحجم اللي انت عاوزاه. ادينا فردنا واحد اهو، هنفرد التاني بنفس الحجم. تمام. كله بقى هتفرديه بنفس الحجم بتاعك ده، علشان هي اصلا التقطيعه بتاعتي اللي انا مقطعاها بالحجم ده. بحبوش كبير قوي، بحبوش صغير قوي، بحبه وسط كده يعني. اللي واخد واحد ما يعيدهاش تاني، خلاص الموضوع انتهى. خلاص كده. على فكره ممكن تجمعي العجينه دي تقطعيها قطعتين اتنين بس، وتحطيها في قلب الصينيه طبقه تحت، وبعدين تحطي اللحمه بتاعتك في صينيه كبيره وطبقه تانية فوق زي ما انت عاوزه. وممكن تخليها زي ما انا بعملها كده، كل واحد منابه لوحده، الحواشيه بتاعته لوحده. شايفين ما شاء الله الجمال؟ الله على الريحه، اقسم بالله تحفه، ريحه وطعم خيال. العصيده بتاعتنا جهزت. وكمان تعالوا كده اوريكم خبزنا فردنا اهو الكميه دي. هعمل الصينيه دي بقى وبعدين اكمل اهو زي ما انتم شايفين.
يلا بقى نحشي مع بعض من غير ما افصل الكاميرا، مش كل شويه نقعد نفصلها. حطيت الاربعه دول في الصينيه كده، وهنحط كمان الحشو بتاعي. انت بقى تقدري تحددي، تمام؟ يعني تقدري تحددي مثلا هتحطي فيها معلقه 2 3 على حسب ما تاخد، على حسب ايه ما تاخد معاكي، او على حسب ما انت عاوزه تحشي براحتك. خلي الطروف بتاعتها مفيش فيها علشان تتقفل معاكي كويس. نحط مثلا في كل رغيف 2 معلقتين. اهي ما شاء الله تبقى حلوه جدا. هنقفل بقى الرغيف تاني. شايفين عاملين سمك رقيق ازاي؟ علشان ما يبقاش تخين معاكي. يا جماله. نعمل كده 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 للأمان. تمام. هنقفل بقى احنا بعدين، بس عايزه اوريكم كمان واحد واحنا بنحشيه. نحط فيه حوالي معلقتين. حاولي تنشفي التسبيكه معايا شويه، التعصيجه بتاعت الفراخ. حاولي تنشفيها عشان ما يكونش فيها ميه. حلو ما شاء الله. معلقتين على كل رغيف حواوشي جميل. هنجيب التاني عليه. تمام كده. وهنبدأ بقى نقفل. شايفين ما شاء الله الكمية دي عملت معانا 9 ترغيفة حواوشي ما شاء الله. يعني 9 مش اي كلام يعني. هنعمل احنا بقى ايه؟ الوش بتاعها قميل بيضة وتربها حلو جدا. وانا احط معاها ايه؟ سنة بس خالص كده من الخل عشان ريحتها. سنة بس لا تذكر من الخل. نعم. على البتاع، على الطبق الفاكهة. خديها بس يعني. لا مش 25، هات الكراسة وهات الباقي. ونديها وش كده. عايزة بقى تحط سمسم، عايزة تحط حبة البركة زي ما تحبي. مش عايزة تحط خالص براحتك. جوري بنتي اللي رحماني في التسجيل ولا التسجيل المباشر. طب اعمل ايه طيب؟ بسجل يا جوجو. ماشي بسجل يا ادهم. ثانية اهو. هنعمل بقى الوش كله كده بنفس الطريقة. نحط ايه؟ واحدة واحدة ماشي. واحدة سمسم، واحدة حبة البركة، واحدة مفيش. شكلي يا ست الحبايب زي ما انت عاوز. طبعا هيمسك فيها عشان ايه؟ في بيض. انا بحب حبة البركة بصراحة. هنكمل كله بقى بنفس الوضع وندي كله الدهنة اللي فوق ده عشان الحمار بتاعنا يبقى زي الفل. اشوفكم على خير بقى بعد ما يتحمر. شايفين بقى النتيجة؟ الله على الجمال. الله 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 الله. شايفين؟ شايفين؟ شامين؟ استنى ما ادوق كده. دوق. لا اقسم بالله تحفة 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 تحفة.
هي دي نتيجة الحواوشي. قولوا رأيكم واعملوه بنفس الطريقة وهيطلع معاكم زي العسل. اشوفكم على خير بقى، ومتنسوش لايك للفيديو وشير للفيديو. يلا اشوفكم على خير، باي.